في أشباح مش بتعمل أصوات وتخوف، لا، الأشباح الحقيقية بتعيش جوه الواحد فينا، بتاكل في روحه بالبطيء. والحكاية دي عن شبح من النوع ده، شبح اسمه الندم. بطل حكايتنا طارق كان عنده كل حاجة ممكن أي حد يحلم بيها: مدير تسويق ناجح، عربيته فخمة، وخطيبته جميلة، حياة مرسومة بالمسطرة. حياة كانت هتبقى كاملة لولا شرخ صغير فيها. شرخ كان بيكبر كل يوم وبيسبب له إحراج دايماً: أبوه. شوفوا الفرق، عالم طارق كان كله نجاح وفلوس ومستقبل، عالم كله مظاهر. أما عالم أبوه عم إبراهيم فكان عالم تاني خالص، عالم بسيط متواضع عايش في الماضي، راجل طيب على المعاش بجلابية بسيطة وكلامه بتاع زمان. وجوده بقى زي نقطة سودة في لوحة طارق الجديدة اللي عايزاها تبقى لماعة وما فيهاش غلطة. وفي يوم الكارثة اللي كان خايف منها حصلت. طارق كان قاعد في كافيه من بتوع الناس الهاي كلاس مع خطيبته شيرين واصحابها، وفجأة لقى أبوه داخل عليه بجلبيته البسيطة وصوته العالي اللي كله حنية: طارق، نسيت دواء الضغط يا ابني. كل اللي في المكان بصوا عليه وبهمس وضحكات خافتة. في اللحظة دي طارق حس إنه عايز الأرض تنشق وتبلعه من الكسوف. بالليل شيرين فتحت معاه الموضوع بمنتهى البرود، قالت له: طارق، بصراحة كده باباك شكله ومظهره مش لايقين علينا خالص. كلامها كان زي الرصاصة، وهنا طارق لقى نفسه قدام اختيار: مستقبله اللي بيحلم بيه ولا أبوه. وفي لحظة شيطانية عقد صفقة مع نفسه. الخطة كانت محسوبة بدم بارد. أولاً هيخترع كذبة، مأمورية شغل ضرورية بره مصر لمدة شهرين. ثانياً هيوصف دار المسنين لأبوه على إنها فندق عشان يرتاح فيه شوية. ثالثاً هيوعده إنه هيرجع ياخده على طول. ورابعاً هيمشي ويسيبه. قدام باب دار المسنين قلب عم إبراهيم كان مقبوض. بص لابنه بعيون مليانة دموع وسأله سؤال واحد: هتتأخر عليا يا ابني؟ طارق من غير حتى ما يقدر يبص في عينه رد ببرود: لا، مش هتأخر. ركب عربيته واختفى، ومن غير ما يبص في المراية ولا مرة واحدة. طارق كان فاكر إنه لما يتخلص من عبء أبوه هيرتاح، لكن اللي حصل كان العكس تماماً. لعنة فراغ غريبة ابتدت تطارده في كل حتة وتدمر حياته حتة حتة. اتجوز شيرين، بس البركة اتمسحت من حياته. بيتهم بقى كله خناقات ومشاكل. في شغله عقله اللي كان بينور بالأفكار وقف، وبقى عصبي لدرجة إنه خسر صفقة مهمة جداً واترفد. وفي النهاية لقى نفسه لوحده خالص في فيلا كبيرة وفاضية، محاصر بنجاح ما بقالوش أي طعم. كان حاسس برد غريب ملوش تفسير، برد داخلي بيسري في دمه. روحه بقت فاضية، كل طموحه وسعادته اتبخروا ومفضلش منهم غير فراغ جليدي ملوش أي علاج. سنة كاملة عدت، 365 يوم من الصمت. سنة كاملة طارق ما رفعش فيها سماعة التليفون ولو لمرة واحدة عشان بس يقول ألو. وفي ليلة وهو غرقان في ضلمة وحدته التليفون رن، مكالمة جاية من القاع السحيق اللي هو نفسه رمى فيه ماضيه. صوت رنة التليفون كان بيقطع صمت الليل زي السكينة. صوت جاي من عالم تاني، عالم هو حاول يدفنه وينساه. الصوت اللي رد كان غريب وبارد: أستاذ طارق، البقاء لله. والد حضرتك الحاج إبراهيم اتوفى من ساعة. كان تعبان بقاله أسبوع وكان بيسأل عليك كل يوم، كل دقيقة. لكن الصدمة الحقيقية، الرعب اللي بجد، ما كانش في خبر الموت، لا، كان في اللي لقاه بعدها لما راح يستلم اللي اتبقى من أبوه. الممرضة ادت له كيس بلاستيك فيه كل ممتلكات أبوه، حاجات بسيطة قوي: سبحة ومصحف صغير وصورة. تفتكروا إيه الشبح اللي كان مستني طارق في الصورة دي؟ الشبح كان هو نفسه، طفل صغير بيضحك من قلبه متشال على كتاف أبوه. لقى في الصورة دي الحب اللي هو رماه بإيده. لقى الشبح الحقيقي، شبح الذكرى اللي خانها. هنا طارق أنهار تماماً. قعد على الأرض في طرقة المستشفى وصرخ صرخة وجع هزت جدران المكان، صرخة طالعة من روح بتتحرق بنار الندم. لكن خلاص الأوان كان فات. اللحظة دي كانت بداية النهاية لحياة طارق القديمة، وبداية جديدة لحياة تانية خالص، حياة عبارة عن رحلة تكفير عن الذنب، رحلة طويلة عشان يطبطب على الشبح اللي عايش جواه. وبعد 5 سنين بنرجع تاني لنفس دار المسنين.
ممرضة جديدة بتسأل زميلتها عن شاب بيجي كل يوم يأكل راجل عجوز بحنية وصبر غريب. زميلتها ردت وقالت لها ده أستاذ طارق، بيجي كل يوم يقعد مع الناس الكبار اللي محدش بيسأل فيهم، بيقول إنه بيكفر عن ذنبه في حق أبوه اللي مات هنا من سنين. وبعد ما خلص طارق بص للسما وهمس بصوت يدوب مسموع في محادثة أبدية مع شبحه الخاص: الله يرحمك يا بابا، يا ريت تكون مسامحني. رضا الأب والأم كنز، كنز لو ضاع من الواحد عمره ما هيعرف يشتريه تاني بفلوس الدنيا كلها، وده سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه قبل ما يفوت الأوان.